مقاطعة سيدي بليوط من أكبر مقاطعات الدار البيضاء. نتواجد بقسم تصحيح الإمضاءات. هذا مزيان. هنا رئيس المقاطعة يجهل كم عدد الموظفين أو حتى المهام التي يقومون بها منذ أن وطأت قدمه هذا المرفق. انه باش نعرف واش عندي موظف تيجي ولا ما تيجيش، خص تكون عندي لائحه ديال الموظفين الموضوعين رانا اشاره المقاطعه من طرف عمده المدينه. لكن رئيس القسم يكشف عن المسكوت عنه بعد سنوات من الصمت المضروب حول الملف. كاين موظفين اشباح اللي ما كيجيوش وكيتخلصوا، يعني موجودين. يعني موظف كيضرب تماره وكيخدم من 8:30 حتى 4:30. موظف يا اما كيجي كيبوانتي الحضور ديالو ويمشي، يا اما ما كيجيش كاع نهائيا. موظفون يتقاضون اجورا محترمه لكنهم دائما خارج التغطيه، فيا ترى من هم هؤلاء؟ اللي البعض منهم موجود خارج ارض الوطن، منهم مهندسين تخدمين في كندا وفي دول اخرى، واللي مازال تيتقاضاو الاجور ديالهم. ظروف اخرى ملي كانوا الجماعات كانت 26 او 27 جماعه، كانوا مستشارين تيوظفوا عيالاتهم اللي ما عمرهم حطوا رجليهم في الجماعات. في سنة 2003 قام عمدة مدينة الدار البيضاء بإصدار قرار يمنع التوظيف للتخفيف من ثقل كتلة الأجور. 15600 موظف أي ما يعادل